السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أحمد الحنجور وهنتكلم في حلقة جديدة على قناة عظماء بلا مدارس. رود الفرج من الأحياء العريقة في شمال القاهرة، كان معروف بالمسارح وخرج منه فنانين كبار زي ماري منيب وعلي الكسار وماهر العطار. وكمان كان معروف بإن كان فيه أكبر سوق خضار وفاكهة في مصر قبل ما السوق ده يتنقل للعبور. تعالوا نعرف إيه قصتها. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل اشتراك للقناة وتفعل الجرس عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. في سنة 1863 فكر الخديوي إسماعيل إن هو يعيد تخطيط وتطوير القاهرة، واللي معروفة باسم القاهرة الخديوية، ودي كانت موجودة في وسط البلد. وكان من أساسيات المشروع ده إنه يغير مجرى النيل، واللي كان بيعدي بمنطقة إمبابة والدقي وولاية دكرور. ولما تحول النهر ده عمل انحسار في المناطق اللي على الضفة الشرقية للنيل، وظهرت مناطق جديدة اتسمت بطرح البحر. البحر هنا اللي هو النيل، لأن زمان كان النيل بيتقال عليه بحر، وعلى فكرة لحد دلوقتي في الريف برضو بيقولوا على النيل بحر. وأراضي طرح البحر دي تبقى منطقة رود الفرج. رود الفرج كانت معروفة بالأراضي الزراعية، وهي بتقع بجوار شبرا. وشبرا دي كان بيعيش فيها معظم الملوك والأمراء في عهد محمد علي باشا، وخاصة لما بنى قصره في شبرا. وكانت النقلة الحقيقية لرود الفرج كانت سنة 1903، لما الترماي وصل ليها وبقت وسيلة المواصلات الأساسية بدل ركوب الحناطير. وعشان المنطقة دي بتطل على النيل، عاش فيها أجانب كتير وعملوا فيها جناين ومنتزهات وفتحوا فيها قهاوي. وفي سنة 1932 زادت أهمية رود الفرج لما المصلحة التجارية المصرية قررت تعمل فيها ساحل الغلال، وده ميناء لمراكب حبوب الغلة والسمنة والبلح والعسل وكمان الخضار والفاكهة، واللي كان يعتبر وقتها ميناء القاهرة الشرقي. وتحولت المنطقة لسوق كبير، وده اللي خلى الحكومة سنة 1947 تعمل سوق جملة للخضار والفاكهة في رود الفرج. وده عمل تغيير شامل في التركيبة السكانية في القاهرة القديمة، لأنه زود عليها هجرة كبيرة من الريف والصعيد. وده اللي هنلاحظه مثلا في فيلم الفتوة، اللي كانت أحداثه بتدور في سوق الخضار. والفيلم كان من بطولة فريد شوقي وزكي رستم وتحية كاريوكا وتوفيق الدقن، وإخراج صلاح أبو سيف. مش كفاية شعوة في المزاد وبيبيع بخسارة كمان. ان شاء الله هخرب بيتك. الحكاية مش هتنتهي على خير. وفي التسعينات قررت الحكومة تفكيك الترماي عشان يتعمل مترو الأنفاق، وفعلا تم تأسيس محطة مترو رود الفرج سنة 1996 في الخط الثاني للمترو اللي هو شبرا الخيمة المنيب. وفي 2019 تم افتتاح كوبري تحيا مصر أو محور رود الفرج، وده كوبري بيربط بين ميدان الخلفاوي وجزيرة الوراق. ووفقا لموسوعة جينيس للأرقام القياسية فده أعرض كوبري ملجم في العالم، عرضه أكتر من 67 متر وطوله 540 متر. عرض الفتحات الملاحية أسفل الكوبري 300 متر، ودي تعتبر أكبر فتحة ملاحية في نهر النيل. ويبلغ إجمالي وزن الهيكل المعدني العلوي للكوبري حوالي 10,000 طن. ودي كانت قصتنا النهاردة. شكرا ونشوفكم في حلقة جديدة.